بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. النهاردة هناخد مقدمة، هنبدأ كورس ال MCSA. طيب اللي هو الويندوز سيرفر 2019. طيب عايزين نتعرف كده ونعرف عشان نبقى نعرف الكورس هنذاكر فيه ايه، وهنتعلم ايه بعد ما نخلص كورس ال MCSA، وهنذاكر ايه في الكورس، ايه التايتلز او اللي هنشوفه او اللي هنذاكره في الام سي اس اي. طيب احنا عايزين بس كده نعرف الناس ليه السيرفر عموما اخترعوه، او ليه احنا اضطرينا ان احنا لازم يبقى فيه سيرفر في الشركة. طيب احنا عايزين الاول نشوف ال ايه الشبكة اللي موجودة من غير السيرفر، اللي هي اسمها الورك جروب. الورك جروب ده بقى عبارة عن ايه؟ عبارة عن ان الاجهزة عندك متوصلة. طبعا قبل ما السويتش يبقى موجود كان بيتم توصيل الجهاز في الجهاز. طيب دلوقتي بعد كده ايه السويتش، تم اختراع السويتش، بقينا ان احنا نقدر ان احنا نوصل اكتر من جهاز في على السويتش، بحيث ان هما يكونوا نتورك او شبكة. طيب كان موجود دلوقتي انا لو عوزت ان انا في عندي اكتر من قسم، في مثلا قسم الاتش ار وقسم الاي تي وقسم وهكذا والماركتينج وهكذا. طيب كل قسم فيه سويتش وفيه اجهزه، ما هو انا مش هخلي كل الناس على سويتش واحد، دول قاعدين في حته ودول قاعدين في حته تانية، ويبقى كل جروب عليه مع السويتش. طيب هما طبعا مبقوش 3 اجهزه بس، بيبقى اكتر من كده بكتير، تبقى نتورك مثلا 100 200 جهاز. طيب اقدر ان انا ازاي اتحكم في الناس دي، اتحكم في الاجهزه بتاعتهم؟ طيب هل انا عندي مثلا 1000 موظف مثلا في الشركه مختلفين، سواء متوزعين على الماركتينج او الاي تي، او متوزعين على كذا قسم. طيب الناس دي هل انا هروح على كل جهاز وكاريت 1000 يوزر؟ لا طبعا. يبقى انا لازم يبقى في حاجة يتم اختراعها ان احنا نقدر ان احنا نكريتها مرة واحدة. يبقى انا هكريت ال1000 يوزر مثلا مرة واحدة في الشركة، هيقدر الناس دي تخش على الايه الكمبيوترز اللي موجودة. طيب يبقى ايه بقى اللي يدخل على الخط اللي هو السيرفر؟ السيرفر تقدر زي ما انتم شايفين فيه سويتش، وهنا سويتش وهنا سويتش. طيب طبعا السويتش برضك عليها اجهزه، وده عليها اجهزه وده عليها اجهزه، اللي هو كذا القسم اللي هو الاي تي الماركتنج وهكذا. طيب اقدر ان انا عن طريق السيرفر اتحكم في السويتش ده واتحكم في السويتش ده، اتحكم في السويتش ده، اقول للشخص ده انت تقدر تخش على الكمبيوتر الفلاني. يبقى الماركتنج ما يقدروش يقعدوا مثلا على الكمبيوترات بتاع الاي تي. الاي تي بيبقى ليه صلاحيات عاليه شويه، ليه؟ لان هو اللي بيتحكم. طيب الاتش ار برضك ما لهمش ان هم يقعدوا على اجهزه الماركتنج مثلا. يبقى كل واحد له اجهزته، وكل واحد تقدر تقول انت تدخل وانت ما تدخلش. طيب تروح على الجهاز الشخص ذات نفسه، على الجهاز مثلا اللي في الماركتنج، هو ليه يخش على الكنترول بانل؟ ملوش انه يخش على الكنترول بانل. ليه؟ اللي ممكن يعمل لي حاجه مثلا، يدخل يغير في الاعدادات، يبوظ حاجه في الشبكه. يبقى انا ما ادلوش صلاحيات اكتر من اللي هو عايزها. اقدر ان انا احجب مثلا عن الشخص دوت ان هو ما يقدرش يفتح اليوتيوب، ما يقدرش يفتح جوجل. يبقى انا بقول له اعمل ايه وما تعملش ايه. دوت باختصار السيرفر لازمته ايه في الشبكه. طبعا احنا عايزين برضك نبقى عارفين احنا هندرس ايه. طيب الدرس الجاي باذن الله يبقى الاكتيف دايركتوري. طيب علشان ان احنا نبدا ان احنا نخش اساسا، طبعا هنعمل ايه الفيديو الجاي بقى انستول الويندوز سيرفر والويندوز 10. هنحتاج ويندوز سيرفر، نسخه ويندوز سيرفر، وهنحتاج ويندوز 10. طيب هنحط الحاجات ديت ازاي؟ طيب انا ما عنديش اكتر من جهاز عشان ان انا اقدر اطبق. هنروح ان احنا نلجا للفيرتشوال ماشين الفي ام وير برو، علشان ان احنا نقدر نعمل اكتر من نسخة، ونقدر ان احنا نشتغل اكنك في شركة عادي خالص. طيب الفيديو الجاي باذن الله
هنبدأ ان احنا نعمل انستول للويندوز سيرفر. طبعا انستول في ام وير سهل جدا، ان انت تروح تدخل على موقع الفي ام وير وتعمل داونلود وتعمل نيكست نيكست نيكست. طبعا احنا عايزين ندخل على طول على انستول الويندوز سيرفر 2019 والويندوز 10. طبعا باذن الله الفيديو الجاي هنوضح التسطيب بالويندوز سيرفر، وبعد كده ندخل على الاكتيف دايركتوري، وكل طبعا تايتل اقول لكم عليه بحيث ان احنا ما نبقاش مستعجلين. تمام، والى اللقاء في فيديو اخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.